ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان عندي حته لحمه مفرومه كده زي نص كيلو، اقل من نص كيلو، يعني حوالي 400 جرام كده. فقلت اعملها ايه؟ اعملها داوود باشا. قلت بدل ما اعملها في صلصه بس كده داوود باشا، اعملها في ايه؟ في كفته. فجبت ايه؟ قرنين فلفل كده، حطيتهم، واحد اخضر مثلا واحد احمر، بصلتين وسط. بصي، بصلتين دول بس، الوسط دول بس. قلت ايه؟ افرمهم كده في الكبه الاول، واحط عليهم الايه، واحط عليهم اللحمه. بس هصفيهم، يعني انا مش هحط اللحمه في الكبه كده، لا انا بطلعهم اصفيهم واقلب بقى ايه كل حاجه بره. يبقى انا حطيت هنا للكفته ايه، حطيت هنا ايه. بصي بصلايه، انا مش هفرمها قوي 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 يعني، عشان انا عايزاها ايه، تبقى فرافيت البصل والفلفل والحاجات دي باينه زي ما هوريكي دلوقتي، بدل ما تنعميهاش قوي تحسي لما انت شايف اي حاجه فيهم وتحسي ان انت معاكي ميه وخلاص. هنا بقى انا حطيت زي ما قلت قرن فلفل اخضر، قرن فلفل احمر، بصلايه كبيره او بصلتين وسط. وبصي ايه، اعصرها كده من الميه. بصوا بقى الميه اللي بتنزل، انا مش عايزه الميه دي دلوقتي، هبقى احطها على صينيه البطاطس في الاخر. بس انا في الكفته عشان ما تفكش معاكي بحط كده، اصفيها خالص من الميه وانزل عليها ايه. خلاص سبت بقى انا الميه دي دلوقتي، قلت لك هبقى احتاجها بعدين. جبت بقى هنا كده خلاص النص كيلو لحمه، حطيت عليه قرن فلفل والبصله اللي انا حطيتها، ونزل على بقى. بص انا كنت انا هعمل كفته، بس انا ما لقيتش غير عندي الكيس ده، كان عندي والله في الدرج بتاع التلاجة، فشفت قلت خلاص ايه اجي احطه. التوابل دي برضو بتخلي للكفته طعم جميل. لو مش عندك وعندك بهارات لحمه من اللي هي السايبه دي، عادي احط معلقه كبيره. زودت بقى شويه ملح صغيرين، لان الكيس ده بيبقى متبل، ما بيبقاش ما فيهوش ملح، فانت لما تيجي تحط ملح ما تحطش كأن ما فيش حاجه. طالما زودت كيس من اي خلطه بهارات او اي حاجه من دي، حط ملح بقى، حاجه بسيطه خالص. وحطيت عليها شويه فلفل اسمر، شويه بابريكا، شويه قرفه. ولو انت بتحبي مثلا 7 بهارات اي حاجه حط عليها معلقتين 3 كده من البقسماط، على حسب ما تربط معاك الايه الكفته. وكان عندي كيس بيكنج باودر هاخد منه. بص هو انا كنت كده كده فاتحاه، مش عارفه كنت بعمل باميه ولا كنت بعمل ايه، كنت واخده يعني سنه كده منه، وكان باقي سنه، خدت زي ايه، نص معلقه كده صغيره، مش كتير لان الكميه عندي مش كتيره. يبقى انا حطيت في الكبه، فرمت بصلايه وقرن فلفل، وبعدين صفيتهم خالص من الميه، وحطيتهم على اللحمه اللي هي مثلا نص كيلو، وحطيت عليها اي توابل انت بتحبيها، ملح فلفل قرفه جنزبيل، او لو عندك بهارات لحمه، ومعلقتين 3 بقسماط، لحد ما بص اللحمه تبقى ايه، عباره عن ايه، كانها عجينه واحده كده، كانها قطعه عجينه. اجرب حتى كده اشوفها بتكور في ايدي ولا لا بتكور، يبقى كده خلاص، كده خلاص بتكور خلاص. لو عايزه بقسماط تاني ولا عايزه دقيق ولا عايزه اي حاجه. انا حطيت على النص كيلو حوالي 3 معالق بقسماط. هنا جبت طبق ورشيت عليه معلقه دقيق واحده، معلقه دقيق كده رششتها على الطبق كده كده من اوله لاخره، عشان اهز فيها الكفته. بعد كده اكور بقى الكفته. بصي خلي الحجم ايه، وسط، يعني ما تخلوش كبير قوي ولا صغير قوي عشان ما تتحرقش منك وتنشف، ولا كبير قوي فتحس انها مش مستويه من جوه ولا اي حاجه، عشان يعني عادي اللي عايز ياخد واحده اتنين تلاته براحته. مش لازم يعني إيه تعملي قطع كبيره ولا الكور كبيره ولا حاجه. فالحجم الوسط اللي انا بعمله ده حلو، بقول لك الحجم ده ما تكبريش عن كده وما تصغريش عن كده. اكور كله بقى. انت لو انت بتكوري حسيت ان هي ممكن بتلزق في ايدك سنه، دخلها التلاجة بس نص ساعة. انت لو ما حطيتش مثلا بقسماط، وعندك مثلا معلقة واحدة، وحطيت معلقة بقسماط واحدة ومعلقة دي واحدة، وحسيت ان هي بتلزق في ايديكي، دخلها بس التلاجة نص ساعة، تطلع مش هتلزق في ايديكي ولا اي حاجة. انا كنت بقولك انا كنت جايبة طماطم، مش عارفة بس امسكها لك عشان ايديا بس فيها، بقولك مكان اللحمة. ب5 جنيه الطماطم، فانا كنت جايبه كميه هسبكها، كنت جايبه في اليوم ده ب100 جنيه. وبعدها برضو جبت ب100 جنيه سبكتهم كده وعينهم في الفريزر، طول ما هي رخيصه كده ب5 جنيه او حاجه هاتيها. بص الكفته بقى بعملها كده بقى، حطيت بقى معلقه دقيق عشان انت تهزها بس فيها كده. بصوا نص كيلو انا عملت الكميه دي، انا مش عايزه اكتر من دي، انا عارفه ان احنا مش هناكل اكتر من دي. فعملتها حسيت ان انا عملت نصها، يعني انا تقريبا عملت الاكله بربع كيلو لحمه مفرومه. فلو انت عندك ربع كيلو لحمه مفرومه، او لو عندك صدر فرخه، ممكن تفرميه وتعملي فيه نفس الحاجه وتكوريه برضو وتعملي زي ما هنعمل. قبل ما اخش على الاكل، انا حطيت بقى اللحمه دي في التلاجة كده حوالي ربع ساعه، قلت اما اخلص بس ايه، انا بحب اجمع الايه الحاجات جنبي. اقشر البطاطس، اضرب طماطم، انا عندي طماطم متسبكه، بس طالما الطماطم رخيصه وانت جايبه طماطم وعندك طماطم مستويه ما تطلعيش منها، اضربها في الخلاط على طول كده، ايه طماطمتين تلاته مش تاخد منك وقت ولا حاجه. خلطت بقى البطاطس مكعبات كده، وضربت الطماطم على الطماطم بقى كلها بقى جنب بعضها اللي انا بقول لك انا جايباها، وايه وهسويها. جيبي بقى الصينيه، حط فيها معلقه سمنه كده، خلي الصينيه تسخن حلو قوي، وبعدين حط السمنه، يعني ما تحطش السمنه وتسيب الصينيه تسخن قوي بيها، او الزيت، لا بقولك الافيد انك تسيب الحاجه تسخن هي الاول، وبعدين حط فيها مثلا الزيت او السمنه، يقوم يفك معاك ايه بسرعه كده، وما تبقيش ما تحسيش ان انت بتقدحي الحاجه قوي. فخلاص انا حطيت كده، هنزل بقى ايه الكفته ما خدتش تقريبا ربع ساعه في التلاجة. تنزلي بقى بالدقيق زي ما هي كده، الدقيق ده حتى بيعمل قوام لها وبتبقى حلو. بص حسيت ان الحاجه اما حطيتها هتبدا تبرد معايا، هت... هتستني شويه، تنزلي
انزلي بواحده واحده كده، ايه، واحدتين واحدتين لحد ما ايه تحسي ان خلاص الصينيه سخنت معاكي حلو. انزلي بقى باقي الكميه، ومش هتقلبي كده بالمعلقه، انت هتهزي كده الصينيه زي ما هتشوفي دلوقتي. يبقى احنا عندنا ربع كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو. بص هتهز كده زي ما بقول لك، هتهز كده عشان ايه الحاجه الكفته ما تتقطعش منك. ربع كيلو لحمه مفرومه، هتحط في الكبه بصلايه وقرن فلفل تضربهم مع بعض وتصفيهم خالص من الميه، وتحط عليهم ربع كيلو لحمه المفرومه، وتحط لهم معلقتين بقسماط، وتحط ايه توابل انت بتحبيها. تكورها كده كور زي ما احنا شفنا، او صدر فرخه زي ما قلنا تفرميه خالص في الكبه برضو وتعملي فيه نفس العمل كده وتكوريه، وتعملي عليه شويه الدقيق اللي احنا حاطين، هي معلقه واحده، وتعملي كده في الصينيه. وبس بعد ما اتعمل خلاص احنا هنشيلها كده، علشان انا مش هينفع احط معاها البطاطس واسيبها تكمل سوا. طبعا الكفته دي هتتفرم خالص، تبقى لحمه مفرومه مش هتبقى كور، فطبعا هي يعتبر كده دخلت في 3/4 سوا واكتر. الفلسانيه دي مش حاجه محروقه، ده مكان الدقيق. فانا هحط لها معلقه توم كده من المفروم ده، لان انا هحط فيها البطاطس، اشوح فيها البطاطس كده بس دقيقتين، وانزل عليها بالطماطم. دي معلقه كزبره، دايما زي ما قلت لك انا بحب احط مع التوم كده معلقه ايه كزبره. اشوح بس التومه برضو ريحتها تطلع معايا، فاكره لما كنا عاملين الباميه ريحتها بس تطلع معايا كده، وانزل عليها ايه بالبطاطس، اقلبها تقلبتين كده. ممكن تعمليها برضو في باميه، انا كنت عامله الباميه في الفراخ زي ما شفنا وكانت جميله. ممكن تعملي برضو دي لو انت عندك باميه، جبت كيلو بقى عندك نص مفرزه كيس في الفريزر، عايزه تعملي مش عندك بطاطس اي حاجه، فهي الاكله دي بتليق مع البطاطس، بتليق مع الكفته، بتليق والله مع الفاصوليا، بتبقى جميله. انا حطيت معلقه زعتر، انا بحب ايه احط معلقه زعتر. لقيت قرن فلفل جنبي كان موجود من ساعه التتبيله، قلت ايه ما خرطه على البطاطس كده، بتديها برضو ريحه حلوه. او لو انت ضربها في الخلاط مع الطماطم برضو بتديها ريحه حلوه. بس خدي بالك اي حاجه تضربيها في الخلاط او في الكبه مع الطماطم، سواء بصل او فلفل، بيخلي الطماطم لونها فاتح شويه، عشان لو انت ايه بيفرق معاك اللون شويه. خلاص كده بعد ما شوحت 5 دقايق، نزلت عليها بقى بالطماطم اللي انا ضربها، وازودها ايه بص معلقه فاكره البصل والفلفل اللي احنا كنا مصفيين ميته، دي الميه بقى اللي احنا حطيناها. ونزلت بقى خلاص كده بشويه ميه مغليه كانوا جنبي، حطيتهم بقى عليها كده حتى انت تلاقيها تغلي على طول كده. وطبعا مش هحط الكفته دلوقتي زي الفراخ او اي حاجه، لا، لما البطاطس دي خلاص تحس انها مش بقت 3/4 سوا، بقت خلاص داخله على سوا، البطاطس بقى بتقطع معاكي خلاص، اقوم حاطه لها الكفته. ما ينفعش احطها خلاص كده في الاخر، لما تغلي برضو معايا انا هوطي عليها، هزها برضو كده هتبدا بقى تغلي، هوطي عليها واركنها. مش دلوقتي تقريبا انا لا ده هنا انا كنت بحسب لسه هوطي عليها كده، البطاطس بدات تتقطع معايا خلاص، احط بقى عليها الكفته، لان الكفته مش محتاجه سوا، مش عايزه بس 5 دقايق، وانا كمان لسه ادخلها الفرن. فعشان الكفته ما تتقطعش منك او تحس انها بقت خلاص لحمه متعصجه معاكي، فانا خلاص شوحت الكفته وشلتها، نزلت بالبطاطس بمعلقه التوم اللي انا شوحتها زي ما احنا شفنا، واسيبها لما خلاص تستوي بقى تحت البطاطس بدات تتقطع معايا، حتى لو لسه فيها سنه مش مشكله البطاطس. نزلت عليها بقى خلاص ببقيه الكفته كده، حاولي بس تنزليها شويه كده في الصينيه وتدخلها بقى الفرن. تكمل بقى بقيه الايه ال5 دقايق اللي باقي لها في السوا، وتتشمع بقى من فوق كده. عبال ما تاخد الربع ساعه اللي في الفرن دي، انا اعمل شويه رز الحبه وحبه ده، عشان انا ما بحبش اركنه وما بحبش اسخن رز صراحه، سواء ده او الشعريه او اي حاجه، ما بحبش اركنه. فخلاص عبال ما انا اشوح شويه الرز ويستوي معايا، يكون خلاص الايه اللي في الفرن استوى خلاص واتشمع وكل حاجه. هحمر هنا الرز، بحب احط له معلقه سمنه ومعلقه الزيت، المعلقه السمنه بتديله طعم في التشويحه، ومعلقه الزيت بتخليه مفرفر من بعضه كده مفلفل، ما يلزقش في بعضه، فكل حاجه لها طعم. البصله السمنه قصدي تديها طعم، والمعلقه الزيت تفلفله. انا شفتهم كمان بيحطوا على الرز ده، يعني بعد ما شوحت الرز كده، بعد ما حمرت الرز الاول ده، بتحط عليه بصله مفرومه وسن التوم صغيره، وبعدين تنزل بالرز. انا صراحه ما جربتش على الرز البصل والتوم، لو انت عايزه تجربيها ممكن ابقى اجربها واقول لك برضه. يعني بعد ما تحمري شويه الرز اللي انت حمرتيهم ده، انزل عليها البصله بقى انت فرمها، قلبها بس تقلبتين كده، وسن التوم صغير قد ربع معلقه، وبعدين انزلي بالرز الابيض عادي، شوحيه كويس قوي معاه، ومعلقه الملح اللي انت بتحطيها. اهم حاجه تشوحي الرز كويس عشان يتنيه فلفل معاك، ولما يغلي بقى توطي عليه زي اي رز عادي. هنا بقى الكفته كنت طلعتها البطاطس، بس انا ما كنتش هغرف الاكل دلوقتي، فقلت خلاص اصوره لك كده وانا لسه منزله الرز من على النار، بيبقى طبعا ريحته جميله، بص مفلفل وممتاز وكل حاجه. انت بس ظبط الميه بتاعته فوق الرز كده بعقله صباع كده، بس ايه انت بعينك طبعا مش هتحط ايدك، بعينك كده بعقله صباع كده ميه. بص بقى الكفته خلاص سليمه زي ما هي، وبتقطعها مستويه من جوه وممتازه، والبطاطسيه متشمعه كله خلاص بقى ايه متشمع. عندك طاجن برضو هيكفي، حط فيه ب1000 هنا وشفا.